السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثانية من كورس تعليم اللغة المصرية القديمة بخطها الهيروغليفي بالتعاون مع قناة مانيتون السمنودي وقناة السياحة والآثار. معاكم دكتور نورة محمد. طيب خلينا دلوقتي مثلا اتكلمنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنحاول إن نتعرف على الحروف الأبجدية ونرسمها من خلال الأسامي بتاعة الأعلام. وليكن أنا عايزة أكتب اسم نورة، اللي هو اسمي. أدي كده النون، وادي الواو، وادي الر، وادي الألف. طيب أنا دلوقتي الحروف كلها باصة ناحية الشمال، فأنا كده الاتجاه بتاعي بدأته من أقصى الشمال لغاية اليمين، يعني الكتابة هنا كانت من الشمال لليمين. طيب تعالوا كده لو أنا عملت كده، إيه اللي حصل؟ الحروف الاتجاه بتاعها اتغير وبقى ناحية اليمين. أول حرف اللي هو النون والواو والره والألف. يبقى أنا كده عندي اتجاه من الشمال لليمين، وعندي من اليمين للشمال. تمام؟ طب لو أنا دلوقتي جيت وكتبته كده، إيه اللي حصل؟ بقى اتجاه رأسي أو مكتوب بالطول، بس في نفس الوقت العلامات باصة ناحية اليمين. طب لو أنا عملته كده، يبقى هو برضو بالطول بس العلامات ناحية الشمال. يبقى أنا دلوقتي عندي اتجاه من الشمال لليمين، ومن اليمين للشمال، ومن فوق لتحت، سواء ناحية اليمين أو ناحية الشمال، وفي ساعات من تحت لفوق، بس دي حاجات سحرية. يعني أنا دلوقتي أقدر أقرأ، أو الكتابة المصرية القديمة هي كتابة مرنة. طيب أنا دلوقتي لو أنا عايزة أقرأ، هقرأ منين؟ انا عندي مثلا العلامات دي لو بصيت هبص الاقي ان حية الكبرى باصه ناحيه الشمال، الريشه باصه ناحيه الشمال، الطائر باص ناحيه الشمال، الرجلين باص ناحيه الشمال، المعبود باص ناحيه الشمال. يبقى انا كده كلهم باصين ناحيه الشمال، فانا هقرا من اول علامه ناحيه الشمال لغايه اخر علامه من الشمال لليمين، وهخلص وادخل على السطر اللي بعده. يعني انا هنا المفروض هقول جد، مدو، ان، جب، وهكمل. هنا بقى العكس، بصه ناحيه اليمين، فانا هاخدها كده من اليمين للشمال واخلص وابص على اللي تحتها. هنا بالطول هاخد من فوق، من هنا مش هاخد من هنا، لان العلامه او حرف العين باص ناحيه الشمال، يبقى اذا الاتجاهات ناحيه الشمال. فانا هاخد من اول علامه باصه اقصى الشمال او ناحيه الشمال. انا هعتبر اول علامه دي هي الليدر بتاعهم، القائد بتاعهم، واخد بقيه العلامات وراه. هنا العكس صحيح. طب هل المصري القديم كان يعني ليه الاختلافات بتاعت العلامات دي؟ هل هو حابب ان هو يلخبطني مثلا؟ لا، هو ما كانتش عشان يلخبطنا، ولكن هو الموضوع ان المرونة في الاتجاهات دي هي اللي ساعدتنا على ابراز الجانب الجمالي، وان احنا نفهم اكتر ايه مضمون النصوص اللي موجودة. يعني مثلا انا عندي هنا في نقش، النقش ده فيه شخصين واقفين، يعني تقريبا نص المساحة متاخدة في الناس اللي واقفة دي. طيب لو هو بقى ما عندوش الا اتجاه واحد بالعرض او بالطول، من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، فتخيل ان انت النص كله كان هيبقى بالعرض، انت مش عارف النص ده تبع انهي واحد فيهم، مين فيهم اللي بيتكلم ومين فيهم اللي مقصود التلاوة دي على لسانه او النص ده على لسانه. فبالتالي ما كانش هتستخلص من النص او المصدر كمية المعلومات اللي احنا بقينا بنطلعها من النص او من المصدر اللي موجود. لكن انا دلوقتي عندي الملك باصص ناحيه النسر او المعبوده، والمعبوده باصه ناحيه الملك، ففي اتنين باصين قدام بعض. فهو هنا عشان يستغل المساحه هيستغلها بالطول، حتى هو هنا عامل لك خط فاصل عشان يقول لك ان القرايه هنا بالطول. طيب هنفترض ان الاتنين دول بيكلموا بعض،
فهو هيعمل الكلام نفسه او النصوص او النقوش اللي موجوده هي نفسها باصه بنفس اتجاه الناس اللي بتتكلم. يعني مثلا لو بصينا هنا هلاقي ان الحيه دي باصه ناحيه الشمال. طب مين فيهم اللي باص ناحيه الشمال؟ ده. يبقى الكلام ده يخص ده وطالع من ده لده، طالع من المعبوده للملك، فبالتالي كل ده يخصه واللي وراه واللي وراه واللي وراه، وكل ما يخص او كل ما هو باصص ناحيه الشمال يخص الشخص اللي باصص ناحيه الشمال. فانا عندي هنا هقرا، مش هقرا من ورا بقى، من اللي ورا، لا انا هقرا من اول علامه في اقصى الشمال، يبقى هي العلامه دي او الصف ده اللي انا هبتدي قرايه بيه. هنا الملك هو اللي بيبص ناحيه المعبوده. طب تعالوا هنا، هنا مثلا واحد قاعد باص الناحيه دي، يبقى الخراطيش دي او الجزء النص ده يخص الشخص ده وبيعرفنا مين هو الشخص ده. طب ده بيدي حاجه، بصوا كده الايدين باصه ناحيه المعبود، يبقى برضو ده يخص العنوان بتاع التلاوه او العنوان بتاع التقدمه اللي هو بيقدمه الملك. ما هو انا دلوقتي لما بكلمكم انا مش مدياكوا ظهري، لا انا بكلمكم وانا باصه ناحيتكم. هلاقي هنا المعبوده باصه ناحيه الملك، فهبص الاقي الايدين والراجل اهو، كل دول باصين ناحيه الشمال، عكس علامتين بس. العلامتين دول هم اللي بيبقوا عكس الاتجاه او مش ماشيين مع الاتجاه. يعني بصوا هنا العلامات كلها باصه ناحيه الشمال. تعالوا كده، المنديل، الطاويه بتاعت المنديل بقى هتبقى باصه عكس، يعني المنديل نفسه هيبقى عكس الاتجاه اللي موجود معايا. يعني كل العلامات دي باصه ناحيه الشمال، الطاويه بتاعت المنديل العكس. عشان كده المنديل انا لما اشوفه ما حددش الاتجاه. كمان حرف الكاف، حرف الكاف هبص الاقي الودن الناحيه التانيه، مش الناحيه دي. يعني الودن هي هنا في كل الحالات، فماليش دعوه بالاتجاه. ولكن حرف السين هو اللي لما اشوفه لا اتاكد من الاتجاه اللي موجود معايا. تمام. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي مثلا في المنظر ده انا عندي الكتابه اهي بالعرض. طيب انا عايزه اعرف الاتجاه. الحيه باصه ناحيه اليمين، الطائر باص ناحيه اليمين، يبقى اذا الكتابه من اليمين للشمال. طب انا هقرا من اخر علامه مكتوبه ولا من اول علامه ناحيه اليمين؟ من اول علامه ناحيه اليمين واخلص ده واخد اللي بعده. دول اتنين بيكلموا بعض، فهتبص تلاقي كلام الراجل ده الوزة باصه ناحيه الشمال، يبقى الكلام ده هيتقري من اول علامه من الشمال للايه؟ لليمين. وهنا يقرا من اليمين للشمال. طيب نشوف نموذج تاني. ده باب وهمي. باب وهمي هو او مداخل الروح، هو بيديني التصميم بتاع الباب اللي بضلفتين. فدايما الضلفتين بتوع الباب بيبقوا الاتنين شبه بعض، الاتنين نفس الشكل. فهو هنا الكتابة هتبقى على الجانبين بس كأنهم الاتنين بيسلموا بعض. فانا هلاقي ان هنا بص ناحية الشمال وهنا بص ناحية اليمين، طبعا ده هيبقى بالطول. تمام، ده هيبقى بالطول، يبقى الاتجاه هنا هيبقى من الشمال بس اتجاه رأسي. يبقى أنا دلوقتي الكتابة المصرية القديمة عندي تتقري من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، من فوق لتحت، من الشمال أو من اليمين، وفي اتجاه من تحت لفوق، بس ده ملناش دعوة بيه دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا لما اجي اكتب الاسامي ممكن العب في الاتجاه واكتب من الشمال لليمين. زي مثلا انا عندي نكتب اسم آه، سوزان مثلا. ادي انا كده بكتب من الشمال لليمين. بص المنديل باصص ناحيه الطاويه بتاعته اتجاه ايه؟ كده سوزان. وهنكتب الدال والزين هيكتبوا بحرف السين برضه. وادي حرف الالف.
والطه هتتكتب حرف الت. الزال والزين والظا هيتكتبوا حرف السين عادي. سوزان. عايزة اكتب مثلا سوسن، او نغير مثلا نكتب مصطفى. ادي ميم، وادي السين، الصاد برضو هتبقى سين، والطه هتبقى ت، وادي حرف الف، وادي الألف عشان مصطفى. تمام. أنا دلوقتي ممكن أغير الاتجاه كده، بقوم من اليمين بالشمال كده، بقوا كتابة طولية. فإحنا دلوقتي هنتدرب على كتابة الأسماء بالاتجاهات المختلفة. أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقات القادمة.